كتير مننا بيشوفوا قشرة الشعر دي يعني حاجة بسيطة، بس هل فكرنا بجد في تأثيرها على ثقتنا بنفسنا؟ في الشرح ده هنغوص في العلم اللي ورا القشرة، وهنكشف إزاي نقدر نحول المعركة دي لانتصار حقيقي. وعشان تفضلوا دايما متابعين أحدث الحلول العلمية لمشاكلنا اليومية، ما تنسوش بقى تعملوا لايك ومتابعة من دلوقتي. تخيلوا كده عندنا مناسبة مهمة جدا ومظبطين كل حاجة، وفجأة وانتوا بتبصوا في المراية آخر بصة تلاقوا النقط البيضة دي على الهدوم الغامقة. في اللحظة دي كل الثقة بتروح. موقف محرج ممكن يكون مر بيه أي حد فينا، زي بطلة قصتنا النهاردة نادية. لو الموقف ده حصل معاكم قبل كده، أحب أطمنكم انتوا مش لوحدكم خالص. دي مشكلة بيواجهها ملايين، والخبر الحلو بقى إنها معركة نقدر نكسبها. وأول خطوة عشان نكسب أي معركة هي إيه؟ إننا نفهم عدونا كويس. طيب عشان نفهم العدو ده كويس، يلا بينا نكشف أسرار فروة راسنا. في ناس كتير فاكرة إن القشرة دي مجرد جفاف في الجلد وخلاص. لا، الحقيقة أعقد من كده بكتير. دي مشكلة بيولوجية أصلاً. فروة راسنا دي يا جماعة عاملة زي نظام بيئي كامل، زي حديقة صغيرة كده فيها كائنات دقيقة مفيدة عايشة في سلام، بنسميها الميكروبايوم. طول ما الحديقة دي متوازنة الدنيا بتبقى تمام، لكن أول ما التوازن ده يختل بتبدأ المشاكل تظهر، وعلى رأسها القشرة طبعاً. والحلو في العلم بقى إنه بيورينا بالظبط إيه اللي بيحصل جوه. لما القشرة بتبدأ تظهر، التوازن اللي كنا بنتكلم عليه ده بيتلخبط خالص. البكتيريا الكويسة والمفيدة بتقل، وفي نفس الوقت أنواع تانية من البكتيريا والفطريات اللي بتعمل مشاكل بتزيد وتنتشر. هو ده بالظبط اللي بنسميه علمياً الاختلال الميكروبي. وهنا بقى في نقطة علمية مهمة قوي. فروة راس الراجل بيولوجياً مختلفة، بتنتج دهون أكتر، وده بيخليها بصراحة بيئة أحسن لظهور القشرة، حتى لو مش باينة قوي من بره. يعني التوازن الميكروبي فيها معرض للخلل أكتر من غيره. تمام، كده احنا فهمنا سبب المشكلة العلمي. يبقى دلوقتي نقدر نتكلم عن الحلول اللي بتستهدف السبب ده بالذات. بما ان المشكلة كلها خلل في التوازن، فالحل لازم يكون مصمم عشان يرجع التوازن ده تاني. ومن هنا بيجي دور العلم في تطوير تركيبات متخصصة جدا زي اللي بنلاقيها في شامبو كلير. تركيبة كلير دي عاملة زي فريق أبطال، كل واحد فيهم له دور محدد ومهم. عندنا البطل الأساسي بريثيون الزنك، ده خط الدفاع الأول اللي بيهاجم الفطريات والبكتيريا اللي مسببة المشكلة من أصلها، ومعاه النياسيناميد أو فيتامين بي 3، وده بقى بيشتغل على تقوية حائط الصد الطبيعي بتاع فروة الراس عشان المشكلة ما تتكررش تاني. ده طبعا غير مكونات الترطيب والتغذية زي الجليسرين وزيت عباد الشمس اللي بتضمن إن فروة الراس والشعر يفضلوا بصحة كويسة. والصورة دي بتورينا قد إيه الأساس العلمي هنا قوي. بريثيون الزنك مش أي مكون وخلاص، لأ، ده مركب فعاليته متجربة ومثبتة في أبحاث إكلينيكية. التركيبة الكيميائية بتاعته هي اللي بتخليه قادر يستهدف الكائنات الدقيقة دي بالذات ويقضي عليها. طيب، معانا السلاح الصح، بس ده نص المشوار. بس النص التاني والأهم هو إزاي نستخدمه صح عشان ناخد أحسن نتيجة. الموضوع بسيط خالص. عشان الشامبو يشتغل صح لازم نبدأ بشعر مبلول كويس قوي. بعدين نركز على فروة الراس نفسها، نعملها مساج بالشامبو عشان المكونات الفعالة توصل للجذور وتشتغل على القشرة. ونشطف كويس جدا بالمية، ولو حسينا إننا محتاجين ممكن نغسل مرة تانية. وفي الآخر ما ننساش أبدا البلسم على أطراف الشعر عشان نحافظ على ترتيبه. وطبعاً كل واحد فينا نوع شعره مختلف، فكل نوع له معاملة خاصة. لو الشعر دهني، الغسيل اليومي هيساعد جداً. لو الشعر جاف، يبقى نختار تركيبة مرطبة والبلسم بعدها، ده أساسي عشان نتجنب أي جفاف. أما الشعر الكيرلي فده محتاج توازن دقيق، ننظف فروة الراس كويس من الدهون وفي نفس الوقت نرطب الأطراف اللي بتبقى ناشفة. نقطة مهمة لازم نتكلم فيها بصراحة، زي أي منتج علاجي فعال أحياناً ممكن يسبب شوية جفاف، خصوصاً لو الشعر أصلاً طبيعته جافة. بس الحل بسيط جداً، نتأكد إننا بنستخدم بلسم كويس ومنتجات ترطيب بعد الشامبو، بس كده. طيب، السؤال اللي كلنا بنسأله، هنشوف نتيجة إمتى؟ البيانات الإكلينيكية من يونيليفر بتقول إن خلال 28 يوم بس، 4 أسابيع من الاستخدام المنتظم لتركيبة كلير الجديدة دي، بنشوف انخفاض واضح ومثبت علمياً في عودة القشرة. يعني النتيجة مش بس بتظهر، دي كمان بتستمر. نرجع بقى لنادية اللي بدأنا بيها حكايتنا. تخيلوا إحساسها دلوقتي عامل إزاي بعد ما فهمت المشكلة من جذورها واستخدمت الحل العلمي الصح بانتظام. قدرت أخيراً تتخلص من القلق ده وتستعيد ثقتها بنفسها. والكلام ده مش مجرد كلام مرسل، لأ، ده مدعوم بالأرقام والدراسات.
في دراسة علمية مستقلة لقت إن استخدام شامبو فيه 1% بس من بيرفيون الزنك بيحقق تحسن بيوصل ل 67% في شدة القشرة، وده في خلال 4 أسابيع بس، رقم كبير طبعاً. وفي الآخر الموضوع أكبر من مجرد قشرة بتروح. الهدف الحقيقي هو إننا نسترجع ثقتنا بنفسنا، إحساس الراحة ده وإحنا بنلبس اللي إحنا عايزينه من غير قلق. لما فروة راسنا بتكون صحية ده بينعكس على نفسيتنا كلها. لو حسيتوا إن المعلومات دي كانت مفيدة، يا ريت نشاركها مع أي حد ممكن يكون محتاجها. خلينا نساعد بعض نكسب المعركة دي. وما تنسوش طبعاً اللايك والمتابعة عشان دايماً توصل لكم الحلول العلمية اللي بتسهل حياتنا. افتكروا دايماً بالمعرفة الصح مفيش معركة ما نقدرش نكسبها.